السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ بص، انا هعمل مربى فراولة. جبت الفراولة، اشتريتها، دول 2 كيلو. نضفتها وغسلتها حلو قوي، وقطعناها حلقات اهي، تحتها الحلقات. رق تحط سكر. الرق الاولاني بتحط، انا كيلو سكر، الكيلو عليه نص كيلو سكر، دول 2 كيلو، فكيلو سكر. حطينا الرق التحتاني، وبعدين حطينا رق تاني، حطينا له سكر، والرق التالت حطينا له سكر. وهنركنها لغايه ما تشرب السكر، هي بتنزل العسل بتاعها. وان شاء الله بكره الصبح باذن الله، وانا بسويها اوريها لكم، وقت ما هسويها اوريها لكم. ومربى تبقى مربى فراوله جميله، احسن من الجاهزه. لايكات يا حبايبي، واشتراكات وشير. بصوا يا جماعه، اول ما تخش على السوا بنحط لها نص ليمونه. هي دلوقتي على النار تستوي. دي قطعنا، حاطين لها السكر من امبارح في التلاجة، وحاطينها موطين النار عليها قوي عشان ما تتحرقش ولا تشش. لايكات يا حبايبي، واشتراكات وشير. اهي يا جماعة، نقعتها من امبارح في التلاجة، حتى بطت عليها النار. مربى فراولة، ما تستوي اوريهالكوا. بصوا يا حبايبي، المربى اهي، ناقصلها حاجة بسيطة خالص وهتستوي اهي. قربت، حطيت لها نص ليمونة كده بعد ما استوت كده، يعني ناقص حاجة بسيطة خلاص. وهنزلها وتبرد، ونحطها في البطرمانات، وتاكلوها بألف هنا والشفا. بصوا يا جماعة، الفراولة عملتها قدامكم اهي، مربى جميلة. يلا يا حبايبي، اعملوا مربى بقى. اشتركوا وحطوا لايكات وشير.